بنبتدي معاكم برنامجكم الجديد تانيتس شوية وش. تانيتس هيناقش مواضيع كتيرة قوي في سلاسل ورا بعض. المواضيع دي تهمنا وتهم كل بيت، تهمنا بان احنا هنقول الافكار والابحاث العلمية الجديدة قالت ايه عن تقريبا كل المواضيع اللي تهمنا وتهم حياتنا. هو برنامج حياتي لكن في نفس الوقت قريب قوي من حياة كل واحد فينا. تاني شوية وش، تعالوا نشوف السلاسل بتاعتنا هتكون شكلها ازاي. النهاردة هنبتدي معاكم أولى حلقات برنامجكم تانيتس شوية وش أفكار. هنقول لكم شوية وش كده من الأفكار ونراجعها مع بعض كده، كل واحد جوه نفسه، ونشوف الدنيا هتكون شكلها ايه. وش الأفكار النهاردة حوالين أنواع الأبوة والأمومة، ودي اللي هتاخدها اول مجموعة من حلقاتنا هي عن الانواع دي. يلا نوش مع بعض كده ونشوف وش الافكار ده هيوصلنا لغاية فين. اول حاجة، انا ليه عايز اعرف انواع الابوة والامومة اللي موجود؟ ده هيفيدني بايه انا لو عرفته، وده هيفيد ولادي بايه؟ الحقيقة الاجابة على السؤال ده كل واحد فينا لمسها. يعني مثلا المساحة اللي بابا وماما ادوهالك هي المساحة اللي قدرت تنجح فيها وقدرت تكبر فيها. يعني اذن طريقة تعامل بابا وماما معايا هي اللي خلت درجة نجاحي قد كده، هي اللي ساعدتني في اني اكون شخصيتي. اذن ابوتنا وامومتنا هي اللي بتخلق شخصيات مختلفة لاطفالنا، وهي اللي بتديهم نوع من السلف ايمج بتاعتهم المتزنة المظبوطة، اللي بيخليه هو شايف نفسه صح ويقدر يتعامل معها صح ويقدر ينجح. اذن انا بعرف شخصية انا عايز اتعلم ايه الابوة والامومة، او اعرف انواع الابوة والامومة اللي اكتشفوها، علشان اعرف ازاي اطور نفسي، اطور من شخصية ابني، واطور من امكانيته على ان هو يشوف نفسه صح، علشان يبقى بني ادم مميز او شخصية مميزة. دلوقتي هنتكلم عن 4 انواع للابوة والامومة اكتشفوها. النوع الاول هو النوع السلطوي او الامومة والابوة السلطوية، والنوع الثاني هو الامومة والابوة المتساهلة، والنوع الثالث هي الابوة والامومة الغير متورطة، والنوع الرابع هي الابوة والامومة المعتمدة، يعني اللي لازم او نحاول نكونها، او على الاقل يبقى فيه جزء كبير من امومتنا وابوتنا فيها الجزء المعتمد ده. الحلقة الاولى او الوشة الاولى النهاردة هتتكلم عن النوع الاولاني اللي هو الابوة والامومة السلطوية. يعني ايه اب وام متسلطين او اب وام سلطويين، عشان نقول اللفظ صح وننطقه مظبوط. يعني ايه الاب والام السلطويين؟ هو الاب والام اللي عندهم كلمة شهيرة جدا 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 في كلامهم، ودايما هو الاجابة لمعظم اسئلة ولادهم، هو ان انا قلت كده. ليه يا بابا هنعمل كذا؟ عشان انا قلت كده. ليه يا ماما هنخرج الخروجة دي؟ عشان انا قلت كده. ليه؟ عشان انا قلت كده. يبقى الاجابة النموذجية او الافلاشيه اللي انا بحطه دايما في اجاباتي كأب وام لولادي هي انا قلت كده. لما انا بقول انا قلت كده ايه؟ انا بقطع المناقشة، يعني مفيش اي مناقشة هتتقال بعد انا قلت كده. يبقى بابا وماما السلطويين هم بابا وماما بيتحاشوا المناقشة مع اولادهم، بيحطوا قوانين صارمة جدا واضحة جدا وقواعد شديدة جدا، وعلى الطفل ان هو ينفذها بدون اي مناقشة، لان بابا وماما مش بيحبوا المناقشة خالص، وما عندهمش استعداد خالص ان هم يشرحوا ليه القواعد دي محطوطة، او ليه النظام هيمشي كده، او ليه احنا اتفقنا على كده، او ليه هنعمل كده. دي حاجة مش مطروحة في البيت ابدا. احنا بننفذ بس القواعد اللي بابا وماما حاطينها.
في نفس الوقت احنا مش بنسمع ولادنا في المرحلة دي، او الاب والام السلطويين مش بيسمعوا ولادهم كويس، ومش بيدوا مساحة لأطفالنا ان احنا نعبر، او حتى مراهقيننا ان احنا نعبر عن رأينا. انا قلت كده، دي بتقطع كل مناقشة وكل حوار، وبيبقى على الطفل او الشاب ان هو ينفذ الامر دون مناقشة. طيب ايه العيب بقى اللي طالع لما دي طريقة تعاملي مع ابني او بنتي؟ ابني او بنتي ده هيطلع شخصية شكلها ازاي لما هو ده الاساس او الكور بتاع طريقتي في التربية؟ اول حاجة هتطلع ابني او بنتي بشخصية مهزوزة، هو مش عارف ياخد قرار. بابا وماما عادة اللي بيحطوا القواعد وبيرسموا الطريق، وانا عليا ان انا بمشي فيه. فطبعا بابا وماما بما انهم بيرسموا الطريق، انا هطلع شخصية مش عارفة تاخد قرار. مش بس كده، بابا وماما هما اللي بيحطوا القواعد، وانا مش مسموح لي ان انا اعبر عن مشاعري، فانا بفضل اكتم في مشاعري لغاية ما اتعود ان هي دي طريقتي في الحياة. انا ما بعبرش عن اي شعور جوايا، لا خوف ولا قلق ولا مضايقة ولا حب ولا اي حاجة. فالشخصية دي هتطلع شخصية مش عارفة تعبر عن مشاعرها، لا مشاعر حلوة ولا مشاعر وحشة، هو ساكت وغامض، هو بس بينفذ القواعد. هو بيكون ناجح في شغله لاني هو بينفذ القواعد والنظم مظبوط جدا، لكن في نفس الوقت علاقاتيا، يعني علاقاته مع الناس مش بتبقى افضل حاجة. هو مش بيقدر يقرب من اصحابه كويس علشان هو مش بيقدر يعبر عن مشاعره. في نفس الوقت هو بيطلع شخصية مهزوزة، وينفع يتساق من أي مجموعة من الأصحاب أو الأشخاص، كل واحد يقدر يسوقه لأن هو بينفذ القواعد. مش بس كده، ده هو ممكن كمان يتعلم الكذب بصورة سهلة وبسيطة جدا جدا جدا، عشان لما بخترق القواعد اللي موجودة في البيت بابا وماما بيعاقبوني، فأنا عشان أتلاشى العقاب انا دايما غضبان من جوايا ومش عارف انفذ اللي انا عايزه، فعشان اتلاشى العقاب بعمل ايه؟ بكذب. وهي دي طريقتي في الحياة، ان انا بعمل الغلط اللي بابا وماما مش سامحين بيه، ولاني مفيش مناقشة ومفيش امكانية ان انا اعبر عن رأيي ولا عن سبب حتى الغلط اللي انا عملته، ولا هم قابلين الاعتذار ولا اي حاجة، فانا بكذب واقول ما عملتش او عملت كده او ما روحتش المكان الفلاني. طريقة الكذب هي الطريقة المثلى للخروج من المشاكل. اذا الطفل اللي هيطلع هو شخصية مهزوزة مش عارفة تاخد قرارات، هو شخصية علاقاتيا مش عارف يكون علاقات حقيقية كبيرة وعميقة، هو على المستوى الشخصي شخصية كذابة او تميل ان هي تكذب، وكمان ممكن يكون اجريسيف. يعني ايه اجريسيف؟ شويه غضبان، غضبه اللي جوه ان هو جواه صراع من المشاعر مش عارف يطلعه، بيطلعه في سلوكيات صعبه، او غضب ضد الناس او ضد الاشياء او ضد حتى حيوانات. بيطلع الغضب ده، بس ده بيعمله طبعا من ورا بابا وماما، وقدامهم بيبقى كذاب انا ما عملتش حاجه. فشكل الشخصية دي لما يكون العلاقة الأساسية اللي في البيت هي علاقة الأبوة والأمومة السلطوية، أنا بطلع الشخصية دي. هو بس كده ولا في مشاكل تانية ممكن تطلع؟ الحقيقة في مشاكل تانية ممكن تطلع. المشاكل التانية اللي ممكن تطلع ان الطفل ده او الشاب ده معرض بسهولة جدا ان هو يبقى قلقان ومتوتر، لان هو مش عارف يعبر عن مشاعره، او مش بيعرف يعبر عن افكاره او خوفه قلقه، هو مش بيعرف يعبر. فلانه مش متعلمش ان هو يعبر، فهو بيطلع شخص خواف جدا وشخص قلق بدرجة شديدة. هي دي طريقة التربية بتاعت وهو ده ناتج التربية بتاع الشخص الأبوة والأمومة السلطوية. طيب الأبوة والأمومة السلطوية ممكن نديها أمثلة من حياتنا اليومية؟ ممكن نديها أمثلة بمنتهى البساطة.
ابني او بنتي في مرحلة الابتدائية او البري سكول اللي هما كي جي 1 2 اي حاجة، وبعدين هو بيروح لسه المدرسة. التيتشر بتشتكي اني الطفل لسه مش عارف يتفاعل مع اصحابه او مش عارف يشارك في الفصل زي باقي الاطفال. فما يكون من بابا وماما اني اول ما التيتشر بتشتكي ان هو بيروحوا يعاقبوه في البيت بان هو ياخدوا مثلا اللعبة بتاعته، وده مثلا العقاب. فيكتشف الطفل ان هو مش عارف يعبر عن نفسه في المدرسة وفي البيت بيتعاقب. طيب ما هو معرفش يعبر في المدرسة عن مشاعره او احتياجاته او يتفاعل من الناس اللي معاه بسبب ان بابا وماما سلطويين، وفي نفس الوقت هو كمان بيتعاقب في البيت للسبب ده بان هو اللعبة بتاعته بتتاخد. فبيولد عند الطفل نوع من الغضب شديد، هو مش عارف يعمل ايه، هو مش عارف يتعامل في المدرسة لان هو متربي على الطريقة دي، وفي نفس الوقت هو بيتعاقب لان هو متربي بالطريقة دي. المشكلة التانية لو مثلا شاب وابتدى بقى ناخد في كبر شوية اعدادي او ثانوي، ابتدت برامج المدرسة هو عليه ان هو يختار منها، فهيدخل برنامج نشاط كمبيوتر ولا نشاط كورة مثلا فوتبول. فالطفل او اللي عنده ميول او الشاب ده عنده ميول لاتجاه الفوتبول، في الوقت اللي بابا وماما شايفين ان الكمبيوتر مستقبلها احسن، فبيبتدوا يجبروا الطفل ان هم او الشاب اني من غير مناقشة لاني هنختار كمبيوتر لاني انا قلت كده. فطبعا الطفل او الشاب ده بيبقوا متضايقين جدا وجواهم كمية غضب. دي امثلة بمنتهى البساطة على الاب والام السلطويين. هو بينفذ وعايز ابنه ينفذ ويطيع طاعة كاملة بدون اي مناقشة وبدون اي شرح لسبب القاعدة اللي موجودة. طب انا اب وام سلطوي هينفع اتغير؟ وعشان اتغير ايه اول خطوة محتاجة اعملها عشان اتغير شوية عن الطريقة السلطوية دي؟ هعمل ايه؟ اول حاجة محتاجة اتعلمها او محتاجة اعملها علشان اتحرك شوية من الاطار السلطوي اللي انا حطاه لولادي. اول حاجة لازم اعملها هي ان انا اسمع ابني او بنتي. انا ما بقولكش ان انت تكسر كل القواعد اللي انت بنيها في البيت او اللي موجودة للطفل، لا خالص، بس بالعكس انت محتاج ان انت تدي شوية مرونة وشوية سمع. اول حاجة ان انت تعملها تسمع ابنك وتسمع بنتك، رأيهم ايه في القواعد اللي موجودة، مشاعرهم ايه. ومش بس ان انت تسمع وان انت تقول ان مشاعرك دي حقيقية او مشاعرك دي انا مقدرها. لازم اعبر عن تقديري الكامل مشاعره سواء بالغضب، بالحب، بالانبساط، بالزعل، بالقلق، بالخوف. كل المشاعر دي انا محتاجة اقول له ان انا مقدرها وفهمها كويس قوي. ونتعامل معاها صح، نتعامل معاها بان احنا نحاول نظبط القاعدة بحيث ان ترضي بابا وفي نفس الوقت ما تضايقش الطفل، او نحاول نظبطها بحيث ان احنا الطفل يفهم احنا ليه عملناها من الاصل او ايه فايدتها وايه ضررها. لكن لو مثلا زي مثال الفوتبول ده والكمبيوتر، لا، هو من حقه ان هو يختار. وقتها انا كبابا وماما محتاجة اتنازل عن القاعدة الشديدة بحيث ان انا اديله مساحة يعمل الحاجة اللي هو بيحبها. لكن هل الابوة والامومة السلطوية دي ممنوعة نهائي في البيت؟ لا الحقيقة. طب ايه الحاجات اللي انا لازم ابقى فيها سلطوي؟ الحاجات اللي انا لازم ابقى فيها سلطوي حاجات اللي ممكن تأذي ابني او بنتي بصورة جديدة مرة واحدة، وانا لازم اخد قرار، انا المسؤول في الاخر. يعني مثلا ابني
مع شلة اصحاب انا عارف كويس قوي، هو ابتدى يتعرف عليهم لكن انا عارف اني هما بيستعملوا المخدرات، لا انا من حقي ابعد ابني وابعده بحزم وبشدة، وبعدها نبقى نبتدي نقعد نحكي عن مشاكل المخدرات وضررها وليه لازم ابعد عنهم، واخد موقف فعلا حقيقي. دوري كبابا وماما اني لا، انا لو شايف خطر على ابني لازم استخدم السلطة سلطة الابوة والامومة بتاعتي في ان انا احميهم من الخطر. لكن ان انا اكون موجود في البيت الساعة 10 وبقيت 10:15، لا نقدر نتفاهم في الموضوع ده. لكن الابوة او الامومة السلطوية لازم تظهر في المناطق اللي فيها قلق على اولادنا، انا خايف على حياته، خايف على مشاعره، يعني انا اتقدم مثلا لبنتي عريس وانا عارف ان هو معاه مشاكل علاقاتية مثلا، فلا انا هقول لا ولا ولا حتى لو هي مرتبطة بيه عاطفيا. يبقى اذا انا كأب وكأم من حقي استعمل سلطتي كبابا وماما لما احمي ولادي من حاجات مصيرية او احمي ولادي من حاجات بتهدد حياتهم. لكن باقي الحاجات، ودي معظم حياتنا اللي احنا بنتعامل فيها، لازم ابقى واعي كويس قوي ان انا اسمع ابني واسمع مشاعره. حتى في المثال بتاع البنت المتعلقة عاطفيا لازم افهم مشاعرها واقدرها كويس قوي، لكن في نفس الوقت ما اديهاش الفرصة ان هي ترتبط بحد متعب. الورشة الجاية، الحلقة الجاية هتكون عن الأب والأم المتساهلين. شكرا ليكم، لو في أي تعليق ابعتولنا واحنا هنكون معاكم على أسئلتكم دايما. ابعت وقول لنا ايه رأيك عن فيديوهاتنا وعن الكلام اللي احنا بنتكلم فيه، ولو في حاجة نحب نناقشها مع بعض احنا مستعدين ان احنا نتكلم معاك ونتناقش معاك. وما تنساش تعمل سبسكرايب علشان يوصلك كل جديد من برنامج تاني تس شوية وش.